انا كنت قلت ان انا هعمل حاجه اسمها يوميات عبير على القناه عندي، عبير سبورت، وقلت ابدا النهارده اول حاجه. النهارده الجمعه، انا موجوده في النادي الاهلي. طبعا مش هنقول صباح الخير بقى، يعني الساعه دلوقتي داخله على 4 يعني. مش عايزه اقول لكم انا دخلت النادي الاهلي ازاي، يعني اتخفيت كده زي طاقية لخفه، يعني لبست الكمامه بقى كده، وعامله نفسي بقى ان انا مش مصريه بقى وعضوه في النادي وبتاع وايه بقى، ورحت داخله بتاع الامن بقى شافني بقى قال بس ده عضوه في النادي بقى، ما اتكلمش. على فكره يعني انا باجي الاهلي ده من زمان يعني، بس يعني انا ممنوع دخول الصحفيين يعني الا في الاوقات اللي فيها مؤتمرات يعني. المهم الحمد لله عدت على خير يعني، ودخلت من النادي بقى وبتاع وجريت على المؤتمر بسرعه. المؤتمر خلص للاسف، بس لقيتهم لسه بقى بيقصوا الشريط بقى وايه، يلا بقى ناكل ونشرب بقى، والبوفيه بقى والعصير بقى والجاتو الواحد لسه صاحي من النوم اصلا، ما غسلش وشه ولا سرح شعره اساسا يعني. قمنا من النوم جرينا على الشارع على طول يعني كويس ان احنا لبسنا الهدوم بتاعت الخروج يعني. فطبعا انا مبسوطه ان انا في النادي الاهلي النهارده يعني. الاهلي ده انا مقضيه فيه نص عمري الصحفي بصراحه واكتر كمان. ذكريات الصحافه كلها بتاعتي هنا. فانا المكان اللي انا قاعده فيه ده بقى، والله العظيم ما هتصدقوا، دي كانت اوضه اللبس بتاعت اللعيبه بقى اللي كان بيجي فيها وائل جمعه وابو تريكه واحمد حسن بقى وبركات واسلام الشاطر والناس دي. لان هم هدوا المدرج ده يعني، ورايا كده كان في مدرج، المدرج اللي كانت بتقعد فيه عبلة كامل بقى فيلم سيد العاطفي بقى وعم حربي بقى وكده، الله يمسيه بالخير. المكان ده بالتحديد كان اوضه لبس اللعيبه القديمه بتاعت زمان. ودلوقتي ما بقاش بقى اتعمل بقى مدرج جديد الناحيه التانية عند البرج كده. طبعا ما حدش بيروح هناك طبعا، ده لعيبه بس اللي بتروح هناك. وهنا ملاعب بقى جديده اهي ورا مني، دي كلها كان مدرج القديم المكان ده. طبعا انا كنت باجي بقى زمان بقى بستنى اللعيبه هنا، مش زمان قوي يعني، قول من 10 سنين مثلا فكنت طول ما انا قاعده بقى اقول انا كنت باجي هنا، انا مش عارف ايه يعني. مانويل جوزيه كان بيبقى موجود على طول في الحته اللي انا واقفه فيها صديقي القديم يعني. طبعا انا عايزاكم تنبسطوا وتضحكوا على قد ما تقدروا يعني. المره الجايه هنط من فوق السور بقى عشان احضر المؤتمر الجاي يعني. يلا صباحكم اهليه واحمر بقى، يلا سلام.